لا، ما اعتقدش ان في استرخاء. يعني دي مباراه كاس ومباراه نهائي ومباراه نهائي، يعني الانبي لها حظوظ وله امكانيات انه ممكن يوصل او يفوز على نادي الزمالك بكل الامكانيات الموجوده في نادي الزمالك. ودي ما اعتقدش ان في حاله من الاسترخاء، لان كابتن مختار من المدربين النفسيين الكويسين بالنسبه للاعبين. اي فرقه تولاها، اذا كان نادي بتروجيت او نادي المصري قبل الرحيل. انبي كمان يعني عاوز يعوض الكاس بتاعت 2008، وكان ممكن يكون كان قريب جدا للفوز بالكاس، بس كفاءة عمرو زكي يمكن خليته خرج من او خسر الفاينل. اعتقد طبعا مشواره كان اصعب، كما اتفق مع الكابتن زيزو. مشواره كان اصعب، والله اصعب عشان قابل النادي الاهلي. النادي الاهلي من المرشحين للفوز بالكاس، ونادي كبير ونادي له بطولات، ويمكن برضو كانت الناس كلها متوقعه ان النادي الاهلي يفوز على نادي انبي ويوصل للمباراه النهائيه يلعب نادي الزمالك. لاعب نادي كبير زي نادي اتحاد الشرطه بمدرب كبير زي حلمي طولان، ويمكن المباراه امتدت لوقت اضافي نظرا لقيمه الفرقتين في النواحي التكتيكيه. نعم. بالاضافه طبعا لاسرع ويمكن افضل فريق في الدوري المصري هو المقاولين. كل دي بتقول لك ان امكانيات الانبي للوصول للفاينل كانت اصعب نسبيا من الزمالك مع فرق في الامكانيات، لكن هم الاحق الوصول للمباراه النهائيه. الاثنين طبعا، لان حسن شحاته يمكن برضه غير من جلد الزمالك، غير من الامكانيات الفنيه، اعاد لجماهير نادي الزمالك البسمه مره ثانيه. الوصول للفاينل في اول ظهور لحسن شحاته بمجموعه لاعبين جدد، اعتقد ان ده انجاز كبير جدا. اللعب في بدايه الدوري الموسم القادم بعناصر جديده وامكانيات ممتازه، والكل عاوز يشترك. بالاضافه طبعا يمكن اقول لك ان دي كتير البدلاء بالنسبه لكلا الفريقين لهم يد عليا في أكيد. الوصول للمباراه النهائيه. اكيد هنوصل طبعا لنواحي هي ما تعتبرش مشكله، تعتبر ميزه نظرا لقوه شخصيه الاثنين مدربين، اذا كان مختار او كابتن حسن شحاته مع حفظ الالقاب. انما ميزه كمان ان يمكن ختمت الكلام معاك قبل الفاصل او قبل التقرير، قلت ان وفره دكه البدلاء هي السبب الرئيسي في تحقيق نادي الزمالك الوصول للمباراه النهائيه نفس الموضوع النهائي. وبرضه قيمه الدوري، قيمه الفاينل، يمكن ثاني فاينل على التوالي يكون فيه اثنين مدربين مصريين. والاثنين المدربين المصريين اعتقد ان هم برضه يعني الكتاب مفتوح كل منهم للاخر. الميزه اللي موجوده عند فريق انبي انه فريق بيمتلك مجموعه من عناصر الصغيره اللي ممكن تتيح للكابتن مختار اللعب لغايه 120 دقيقه، ودي ممكن تدي له امكانيات بدنيه جاهزيه عاليه جدا. نفس الموضوع كمان للكابتن حسن شحاته بدكه بدلاء متوازنه مع الفروق التكتيكيه اللي هنتكلم عليها لما نشرح الفرقه بشكل واضح. كابتن زيزو، لا هي طبعا ممكن تيجي ميزه نادي الزمالك في طرف الملعب اللي ما كانتش متواجده في سنوات كتيره جدا. نعم. كان عندهم جبهه يسرى شغاله بشكل كويس فيها محمد عبد الشافي، في الوقت الحالي الاثنين على مستوى واحد. يمكن دفاعيا اعلى عبد الشافي اكتر من حازم، ويمكن حلها كابتن حسن شحاته في المباراه الاخيره مع حرس الحدود بوجود عمر جابر يغطي على حازم امام. عشان كده الكفتين متوازيتين بالنسبه للجبهه اليمنى او الجبهه اليسرى بالنسبه للزمالك. قلبين الدفاع هي دي انا في رايي المشكله اللي ممكن تكون تقابل الكابتن حسن شحاته في امور كتير. الامر الاول، كريم الحسن صحيح لاعب قادم من غانا، بس لسه لم يثبت حتى الان اوراقه بشكل كويس امام جماهير نادي الزمالك الغفير اللي موجوده في الاستاد. كده اعتقد ان يمكن الحلقه الوحيده اللي صعبه على نادي الزمالك هي عدم وجود بديل لهاني سعيد بعد التالق بتاع صلاح سليمان. يعني لا قدر الله لو حصل اي حاجه تبقى مشكله لنادي الزمالك في قلبين الدفاع. صحيح. على عكس نادي انبي، احنا بنتكلم المقارنه دي مقارنه دي. عندهم جبهه يسرى ممتازه جدا في محمد ناصف، وانا اعتقد ان هو من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا بالقدم اليسرى او كمدافع ايسر. عندهم قلبين دفاع، واعتقد ان الكابتن مختار في الوقت القصير تاكيدا لكلام الكابتن زيزو نجح بنسبه 100% انه يلعب رامي صبري في ظل اصابه السقه، انه لاعب مانو كلاعب قلب دفاع جنب عمرو فهيم، اللاعب الثابت هو عمرو فهيم. عشان كده نجح بشكل كبير انه يلاقي بديل كفء اذا كان رامي صبري او مانو، ومع عوده السقه مره ثانيه. وقلبين الدفاع هما القياده الحقيقيه لفريق انبي في التعامل، اذا كان في ضربات ثابته او حته التمرير كتير من ناحيه الخط ال 18. هقطع كلامك معلش يا كابتن خالد، لازم اروح لفاصل.